iman kurdu Kurdistan. Esnedi Kürtünleri, esnedi Kürtünleri, Kürt şimdidir. Şimdi bir de takibi hala kurdan. Şimdi bir de takibi hala kurdan. Lavi Kürt ra, bu yeter fi vekşidan. Babı kuyna şimdikin taci cihan. Babı kuyna şimdikin taci cihan. Esnedi Kürtünleri, esnedi Kürtünleri, Kürt şimdidir. Şimdi bir de takibi hala kurdan. Şimdi bir de takibi hala kurdan. Orduyum hep hazır-ı amadene. Can feda ne can feda, her can feda. Can feda ne can feda, her can feda. مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم مشاهدي بيف تي في الأكارم. في حلقة هذه الليلة من برنامجكم حواراتنا سنناقش معا يا أحبائي الأفاضل موضوعا في غاية الأهمية والتأثير على بنية المجتمعات البشرية عامة، وتحديدا على الحالة والأوضاع السورية المؤلمة والمدعوة لمراجعة الكثير من أنماط حياتنا الاجتماعية وقيمنا الفكرية التي إن لم تواكب حجم وتراكم مآسينا المتنوعة سنعيش ربما لعقود أخرى في دوامة الصراع والتناحرات المختلفة التي أولى خطوات علاجها ووأدها للأبد تبدأ من ثقافة جديدة تنبذ كل عناصرها المعيقة لبناء الإنسان والوطن الحر الكريم أولا، وثانيا تنمي الفكر المبدع المنير لكل أركان النهضة الشاملة التي تحتاجها شعبي وأرض سوريا المنشودة، وعمودها الفقري هم مثقفيها من الأدباء والشعراء والإعلاميين وكل المفكرين، والذي سنبحث دورهم في ثورتنا التي يجب على كل أحرار بلادنا إيقاظ شعلتها ثانية وربما ثالثة ورابعة حتى نبني معا سوريا الجديدة الديمقراطية التعددية العلمانية الفيدرالية. وسنناقشها مع مجمل أوضاع الحالة السورية مع ضيفينا الكريمين الأستاذ نبيل جديد، وهو رسام وشاعر وقاص سوري معروف من مواليد عام 1952، وقد استمد ثقافته فتنقل في معظم مدن وبلدات سوريا، وبعد الخوض في تجربتي الرسم والشعر استقر على القصة القصيرة، فصدرت له المجموعات القصصية التالية: الرقص فوق الأسطح عام 1977، والأولاد عام 1982، والقوزلي عام 1985، وأسس عام 2014 منتدى البناء الثقافي، وله مجموعة مشهورة على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي باسم القراء قادة. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل جديد على شاشة أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا بهذه القناة المستضيفة. الله يسلمك. كذلك الأمر أن نرحب باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام بالأستاذ علي ملا نعسان. علي ملا نعسان هو شاعر وكاتب ومترجم كردي سوري معروف من مواليد مدينة عفرين المحتلة الآن عام 1969. درس اللغة الفرنسية في معهد إعداد المدرسين بدمشق عام 88، ثم أكمل بجامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، حيث اختص بالأدب الفرنسي ليتخرج سنة 1994 ليعمل مدرسا للغة الفرنسية في مدينة دمشق وريفها من عام 1990 حتى 2014، حيث شغف بتعلم اللغات وآدابها منذ الطفولة، فتعلم الفارسية إلى جانب لغته الأم الكردية والعربية.
والفارسية ليترجم آدابها وخاصة الشعر، فكتب عدة قصائد باللغات الكردية والفرنسية والعربية، وهو مقيم الآن في أوسلو عاصمة النرويج، ويعمل مدرسا للغة الفرنسية. أستاذ علي ملا نعسان، أهلا وسهلا بك على شاشة بيف تي في، نورتنا. تحياتي لك ولضيفك والمستمعين ولكل القائمين على البرنامج. نشكركم من سماء أوسلو. نورتونا. أبحييكم تحية مع نسمات المساء المفعمة بحنين الشعر لنور القمر العابق بوجدان الإحساس والشوق، وعبر ثنايا مشاعر النرجس الملتاع شوقا إلى أحضان الوطن وشذا القرنفل المنشود في عبق الحب والعمل، وأريج الياسمين في نشر أنبل المشاعر عبر أثير هذه الإذاعة. ومن سماء أوسلو نقتاد الحلم والواقع بأشواق لطيفة المعاني وجلية المساعي بحس الضمير وحسن التعبير في جذب الأفئدة وخلب لب المسامع على نحو يغذي الأفكار وينعش القلوب. سلام لكم ولمحطتكم ولضيفكم ولقائمين وللمستمعين جميعا. تحياتي. وتحياتنا وأرق تحية عطرة لك وللأستاذ نبيل ولكل مشاهدينا الكرام. باسمكم جميعا نشكر من هم بالكنترول وراء الستار، الأستاذ خورشيد عليوي والكاتبة والشاعرة يسرى زبير، كما نشكر المخرج الدائم والغائب لظرف خاص الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، لهم منا أرق التحية. أستاذ نبيل، نبدأ معك. في شرقنا عامة وببلدنا سوريا تحديدا تربينا على أن القائد السياسي هو الكاتب والشاعر والإعلامي والفنان والرياضي، والأول دائما الأول كان، وغيرها. وبعد الثورة والأزمة وجدنا قادة المعارضات بنفس المنوال، قادة المعارضات، أقصد المعارضات المعارضة يعني بنفس المنوال. بتلاقي مثلا نصر الحريري هو فلاح، هو شاعر، هو كاتب، هو كل شيء. أي تاه الشعب بين المفاهيم والمصطلحات، وخاصة بين السياسي والمثقف. فحبذا بداية نعرف من هم المثقفون والسياسيون. تفضل يا سيدي. إن هذا الاختيار يبدو صعبا جدا أمام هذا الطرح. كيف يمكن أن تعرف المثقف ما دمت بحياتك الشخصية لم تستطع أن تقابل فعلا مثقفا إلا إذا أردفت ذلك بكلمة حقيقي. عندما تقول مثقف حقيقي لكي تفرزه عما حوله، أنت بهذا تحاول أو يبدو واضحا من كلامك أن هناك مثقفا مزيفا. كلمة مثقف مزيف فرضت وجودها وحضورها نتيجة هذه الفوضى القائمة في حياتنا. أنت تقول مثقف حقيقي ملزما لكي تميز، لكنك لا تستطيع إلا أن ترى بأن ناتج كلامك أن هناك مثقفون مزيفون. ولهذا فإني أرى أن تلك التسمية تبدو مطاطة وليست ثابتة، وهذا نتيجة على مر التاريخ كان هناك مثقفو البلاط، يعني شعراء البلاط. بالتأكيد لا نعمم ونقول أن كافة المثقفين غير معترف بالتعريف بهم، أو كافة الشعراء وكافة القصاصين وكافة الأدباء. المثقف نظرته الكلمة شاملة أكثر لأديب أو لقاص أو لشاعر. الكلمة تعني رؤية شمولية، تعني رؤية أكثر وضوحا للحياة، بالإضافة إلى المجتمع. يعني المثقف قبل كل شيء هو قارئ لأي شيء، قارئ للحياة، قارئ للشخصيات، قارئ للإنسان، قارئ للمجتمعات، قارئ للعادات والتقاليد، قارئ للآخرين. يعني قبل أن يكون قارئا لكتاب هو قارئ للحياة.
ولذلك فوجود هؤلاء المثقفين هم النادرون، وما أثبت ذلك هو هذه الأزمة التي مرت بها سوريا. كما يمكن أن نقول، أنا لا أميل إلى تسميتها ثورة، أنا أقول في بدايتها كانت حراكا شعبيا يطمح لأن يكون ثورة، لكن هذا الحراك فشل في أن يتحول إلى ثورة، لأن من استغله وركب عليه كثر وتعدد، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من تسليح وقتل وذبح وتدمير عشوائيا. بالضبط. طيب أستاذ نبيل، يعني إذا لم تكن ثورة فتحولت إلى أزمة، إلى مأساة، إلى كارثة بكل النواحي. يعني اختلطت المفاهيم، يعني حتى صار بدنا إعادة تعريف للهوية الوطنية، للثقافة الوطنية، للفكر الوطني، للإنسان. بالتأكيد هذا التعريف غير موجود لأنه لم يتم التعامل معه، أي لم يتم التعامل مع أن هناك وطن. كان يتم التعامل بطريقة إقطاعية، بطريقة ديكتاتورية، بطريقة متسلطة على المواطنين. أقول المواطن هنا، المواطن من حقه أن يعيش بطريقة توحي بأنه عضو فاعل في هذا المجتمع، لكن كل السلطات القائمة سابقا وما تمخض عن ما يسمى بالأزمة السورية لم يوحي بأنه أبدا يسعى لبناء هذا المواطن. كلهم كانوا يسعون للاستيلاء على السلطة، والسلطة كانت تسعى، والنظام كان يسعى للمحافظة على هذه السلطة. هذا السباق حول الكرسي يضع الجميع موضع اتهام أنهم لا يهمهم الوطن والمواطن، لا يهمهم بناء الوطن والمواطن بقدر همهم المحافظة على مكتسباتهم وثرواتهم ومزيدا منها، ومزيدا من التسلط والطغيان على الآخرين. سنحيل نفس السؤال إلى الأستاذ علي. أستاذ علي، نفس الحالة سادت الشارع الكردي، وتحديدا بين الحركة السياسية والثقافية الكردية السورية، فكل سياسي يدعي أنه مثقف والعكس صحيح. لماذا؟ قبل كل شيء أود أن أشرح ماهية الثقافة فكرا ومضمونا. طبعا كلنا يعرف، والأستاذ نبيل يعرف، وقد تعلمنا وقد تنورنا حول مفهوم وماهية الثقافة، التي هي مجموعة العادات والتقاليد والقيم والمثل والأخلاق التي يتسم بها بلد أو حضارة أو أمة إلى ما هنالك. بمنظوري الشخصي للثقافة أنظر إلى الثقافة أو أي مهنة قد يمتهنها الإنسان، شاعرا كان أم رساما كان أم كاتبا أم موسيقيا أو ممثلا أو مسرحيا إلى ما هنالك من المهن حتى البسيطة منها. بمنظوري أن الإنسان يحتاج إلى 5 عناصر أساسية يتحلى بها حتى ينجح في عمله، أكان قائدا سياسيا أو كان رئيسا أو كان مديرا لشركة ولدائرة إلى ما هنالك. 5 عناصر أساسية يتوجب علينا أن نقتدر، وهي ثقافة بالدرجة الأولى، ثقافة الأخلاق، ثقافة اللغة، ثقافة الإحساس، ثقافة الإبداع، وثقافة الفكر. هذه العناصر ال5 علينا أن نتسم بها، فلا نجاح بلا أخلاق، ولا نجاح بلا لغة سويمة قويمة جميلة مليئة بالحس والمشاعر تعبر عن مكنون ذاتنا وفكرنا وحضارتنا في سياق الحضارات. وأيضا كما قلت الفكر، الإبداع. الشاعر لديه إحساس، الكاتب لديه إحساس،
ولديه إبداع، وخصوصا في المهن الإبداعية عند الشاعر والكاتب والرسام والموسيقي. هذه مهن إبداعية تحتاج إلى حالة شعورية جمالية عالية مليئة بالتخيل والخيال الفكري الناجم عن ربط الأحداث الواقعية في المجتمع مع ربط الأفكار التي تجول بخاطر الكاتب أو المفكر أو الشاعر ليعبر عن مكنون ما يدور في خلده بشكل صحيح يلبي فكرا صحيحا. فمثلا مثل ما قال أستاذ نبيل، أو كما تقول أنت في مسألة السيادة، حسب ما أعرف نيلسون مانديلا شخصية معروفة سياسيا وعالميا، لقد لبى طموح شعبه، وقد تمنى الكثيرون أن يكونوا مثله في فكره ونضاله. أيضا غاندي كذلك الأمر. مشكلتنا في السياسة السورية الكردية خاصة أننا نحتاج دائما إلى شخص لديه سمات وكاريزما تلبي حاجات عليا من حاجات الفكر الإنساني الكردي. فيجب على القائد المتسم بهذه السمات أن يتحلى بهذه العناصر الخمس، وهي من الصعب تحقيقها في شخصية بسهولة. أتوقع ذلك. فالتاريخ علمنا كيف أن الشخصيات القيادية العالمية قديما وحديثا كيف ظهرت وكيف نشأت وتبلورت من خلال فكر قويم سويم معبر عن مكنون ومشاعر جياشة في داخله ليربط الحدث بالواقع ويربط الطموح الذي يمضي عليه ليحقق كيانا لبلده أو لثورته. أما من حيث منظور الأستاذ نبيل للثورة السورية وفشلها، أنا أنظر إلى الثورة السورية على أنها حراك شعبي متسم بفكر سامي ببدايتها طبعا، وما زلت ليس تماما معها، ولكني أقوض الأمر في فشلها إلى عدم المضي قدما بشكل صحيح من قبل عناصر المعارضة أو عناصر المعارضين سواء الأكراد أو العرب أو زمر أخرى كالتركمان وما شابه ذلك، والأشوريين أيضا، لأن الثورة السورية أفرزت في داخلنا شيئا جديدا، غلغلت الطائفية والإقليمية في داخلنا في سوريا. فالأكراد بدأوا يشعرون بشخصيتهم وكيانهم، وبدأوا يبحثون عن استقلالهم وعن دورهم في هذا البلد، سواء كان في الانفصال عن الدولة السورية أو بحثا عن الحضارة اللغوية التي ضاعت عبر مضي سنين عديدة وقرون عديدة نقول. لأنني أشعر أن الأكراد اضطهدوا، أكثر شعب اضطهد في الشرق الأوسط هم الأكراد. لست أقول ذلك ليس لأنني كردي. الكرد وليس أكراد، الكرد. أقول أن الكرد قد ظلموا، أكرادا أو كردا ليس مشكلة. أقول أن الكرد قد اضطهدوا كثيرا من قبل العرب والأتراك والفرس، ولكن قبل العثمانيين. فمثلا عند في الدولة الهندية أو في شبه الجزيرة الهندية للهند، عندما تقسمت نشأ عنها أفغانستان وباكستان وكشمير إلى ما هنالك، انفصلت الدول عن الكيان الإسلامي الذي امتد ل 800 سنة، كما الأندلس التي انشقت عنها الدول الأوروبية إلى ما هنالك. أما الدولة العثمانية انشق عنها الدول العربية، العراق وسوريا والدول الأخرى، ولكن اضطهد الأكراد وأفقدوهم كيانهم ودولتهم الموعودة التي كان من المفترض أن ينالوها خلال اتفاقية سيفر عام 1920. ومن ثم أتاتورك
أتاتورك الذي حجم دور الأكراد واستفاد منهم في قمع الجيش الفرنسي والاحتلال الفرنسي في سوريا بمؤازرة بعض الأكراد لدرء الاحتلال الفرنسي، ولكنه صب جام غضبه فيما بعد على الأكراد بأن أفقدهم كيانهم ولاحق ثوراتهم العديدة نعرفها في التاريخ. أما فيما يخص الكيان القيادات الكردية الحالية، المشكلة أن القيادات السياسية الكردية تفتقد السوية الصحيحة للبنيان الفكري الذي عليها أن تؤطره وتؤدلجه للشعب، عليها أن تساعد الشعب، عليها أن تكون نموذجا للشعب حتى يقتدوا بهم، ولكنهم للأسف يمضون وراء غايات شخصية حزبية. لا أدري كيف تقود الأحزاب الكردية مهام في سوريا. شربانين من مية الفرات العكرة، يعني كرديا كان عربيا وكلها شربانين. نعم، حتى فصائل المعارضة السورية انشقت، وفيما بينهم أيضا انشقوا، وكل يخون الآخر إلى ما هنالك، حتى في فصائل هذا ما سنبحثه بعد أن نسأل بموضوع الثقافة عن أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، أنت قلت عندك صفحة كل القراء قادة، يعني عنوان جميل، كل القراء قادة، يعني سؤال فلسفي هذا، لماذا سميت كل القراء قادة؟ يعني كيف يكون القراء قادة؟ والله يغيب عن ذهني قائل هذه المقولة. هو لم يقلها بشكل مباشر، وإنما قال سئل من هم الذين يستطيعون قيادة العالم، فأجاب الذين يعرفون كيف يقرؤون. كانت إجابته هذه إيحاء لهذا العنوان القراء قادة، أي أن الذين يعرفون كيف يقرؤون. وعممت صيغة القراءة إلى نقطة أنها ليست فقط قراءة الكتب، وإنما قراءة الحياة وقراءة الشخصيات وقراءة الطبيعة وقراءة كل شيء. هذه القراءة المتعددة ذلك هو مدخل لسؤال مهم. هو السؤال مهم: هل القادة السوريون بالنظام والمعارضات بين المثقفين هل عرفوا يقرأوا الوضع السوري بشكل سليم؟ بالتأكيد لا، ولذلك لم يكونوا قادة على ذلك المستوى لأنهم لم يعرفوا قراءة هذه الحياة بشكل دقيق، لم يعرفوا أن يقرأوا المعطيات بشكل دقيق. انجروا إلى، أو بالأحرى جروا بعضهم نظاما ومعارضة، جروا بعضهم جرا إلى وادي العنف، إلى الوادي السحيق الذي تسبب بهذه الدماء الغزيرة نتيجة ذلك. هذا ناجم عن نقطة هامة جدا، ناجم عن خوفنا من الآخر. نحن شعب في تلك منطقة ما هي مسمياتها الشرق الأوسط أو بلاد العالم الثالث، أو نحن نخاف الآخر، نخاف أن نتعامل مع الآخر. ثقافتنا مقدسة، أنا كفرد ثقافتي مقدسة، قائدي مقدس، ديني مقدس، كل ما أمتلك من حولي مقدس، كل ما ينصب علي كفرد مقدس. وبالتالي أنا أخاف من أي رأي آخر يجابهني ولو كان حقيقيا. أخاف أن أتحاور وليس فقط أن أتجابه، أخاف أن أتحاور. تصور أنهم يسمون الاحتكاك ما بين الحضارات غزوا ثقافيا. هذا يعني كيف يمكن أن تنسجم تلك المقولة مع بعضها؟ غزو ثقافي، ثقافة والتي تعني الفكر والكلمة والإبداع، والغزو الذي يعني السلاح والتدمير والقتل. كيف يمكن أن ينسجم ذلك مع هذا صعب. إذن نحن لا نخشى من الغزو الثقافي مهما كان، يعني يجب أن لا نخشى، وإنما هو ما يحدث أننا نخشى من هذا الغزو الثقافي. لذلك
على مستوى الأوطان وعلى مستوى الأفراد أكثر وأكثر. لذلك فنحن نميل إلى الابتعاد والخشية من الآخر. أما في الدول المتقدمة والمتحضرة نراهم يبحثون عن كتل أكبر من فوق الوطن، عن آخر، يبحثون عن آخر لكي يحاوروه، يبحثون عن آخر لكي يتفاوضوا معه، لكي يتحاوروا معه، لكي يتلاقحوا بالأفكار. هذه تؤدي إلى نمو وتطور، بحيث تنشأ تكتلات اقتصادية كبيرة مثلا الاتحاد الأوروبي، بينما نحن عندنا خوفنا من الآخر تجعلنا نميل إلى الابتعاد والاستقلال وبناء حدود وحواجز بيننا وبين الآخرين. وهذا ما يحدث الآن في سوريا. هناك حواجز تقام، الشرق والشمال والجنوب. قسمت سوريا وهي بلد صغير بالأساس، هي قد لا تملك بالأساس، هي مجزأة من جزء من أجزاء كبيرة، ومع هذا قسمت دون أن تقسم فعليا، وإنما هي على طريق تقسيم آخر قد، وأخشى ما يحدث. أستاذ نبيل، ما يحز بالنفس هناك ما بدي أقول مثقفين، يعني إذا بدي أقارنها بالشهادة العليا، ولكن هناك دكاترة جامعات، بروفيسور يعني بجامعة، دكتور بجامعة سوربون مثلا كبرهان غليون رئيس وزراء سوريا رياض حجاب، وقعوا على عريضة تدين الحوار الكردي الذي انطلق قبل عام. 700 شخصية غالبيتهم جامعيين، بروفيسور يعني بجامعة. هل يعني الحوار، نحن نعرف الحوار أهم أركان الثقافة، أهم أركان الحياة، ليس أهم أركان الثقافة فقط، إنها أهم أركان الحياة. لا يمكن أن تدين حوارا مهما كان الطرف. فكيف يعني هل نستطيع أن نقول برهان غليون مثلا، رياض حجاب وجامعيين ودكاترة، هل نستطيع أن نقول أنهم غير مثقفين؟ أنا أريد أن أؤكد على نقطة واحدة، هي عدم شخصنة أي موضوع. هذا المرض كمثال حصل معي، هذا المرض أو هذه العلة موجودة عند معظم المثقفين العرب، أو بالأحرى الكرد، أو أبناء هذه المنطقة. أنا أفضل أن أسمي سوريا مثلا، السوريا التي أحلم بها، سوريا ناطقة بالعربية مثلا، أو سوريا ناطقة بلغة ما موحدة تجمعها مجموعة من القوميات. لا أؤمن بمبدأ القومية لتشكيل دولة. وعندما يتم الحوار مع الآخرين يتم التوافق والتواصل على بناء شيء ما. قد لا يكون دولة يا أخي، نحن نبني وطن، نحن نبني بيتا، فلنبني بيتا عبر حوار. لا يمكن أن يتم أي بناء إلا عبر حوار. وهذه الإدانة التي صدرت عن مثقفين أو يدعون الثقافة لأي حوار هو مدان. يعني الإدانة بحد ذاتها مدان. لا يجب أن ندين الحوارات. أنا مع الحوار مهما كانت الأطراف المتحاورة. نقطة. أشكرك يا أستاذ علي. كان لك تعليق بداية قبل أن أسألك، تفضل. الحقيقة أنا ليس كل مثقف كما تفضلت قبل قليل. هناك مثقف لديه غايات ومآرب شخصية يمضي عليها لتحقيق ذاته، وهناك مثقف لديه حكمة وقوة شكيمة تختلف عن المثقف العادي. المثقف كلمة ليست بسيطة، إنها فكر، إنها أخلاق، إنها إبداع، إنها إحساس، إنها فكر نابض بالوجدان والإنسانية، نابض بالشعور بالآخر. أكنت كرديا أم كنت عربيا أم كنت آشوريا أكنت شركسيا أكنت تركيا، أيا كنت، المهم أن أتحلى بأخلاق الحوار، وأتحلى بأخلاق الاحترام، وأتحلى بقيم الحياة البسيطة. أنا أعيش في
في دولة فيها أكراد وعرب وتركمان وشركس وأرمن إلى ما هنالك من إثنيات وقوميات، كمثال في سوريا، علي أن أحترم جميع هؤلاء الإثنيات التي أعيش وأترافق معها، وكنا سابقا لا نشعر كثيرا بما يجول الآن. هذه من مفرزات الثورة السورية أيضا، المفرزات السلبية، هذا شيعي وهذا شيوعي وهذا كردي وهذا علوي وهذا درزي إلى آخره، زادت المفرزات في الحياة. أما من حيث المثقف، تقول أنت رياض حجاب وفلان وفلاني، المشكلة في المثقف العربي أن الحد العربي التطرفي في الفكر أحيانا يميد معهم نحو الابتعاد عن احترام الآخر. السبب لا أدري أي سبب لدى الأخوة العرب أنهم يعادون الفكر الكردي أو الحضارة الكردية أو اللغة الكردية، تقبل الآخر، يعني فكر تقبل الآخر، أو وحصرا مع الأكراد. أذكر عندما كنا صغارا كان هناك جمعية مقاصة شركسية وأرمنية وإلى آخره، أما فيما يخص الأكراد خط أحمر دائما. مشكلة في سوريا كان هناك خوف وتخوف من الوجود الكردي في سوريا. لماذا؟ هذا إن دل أو ما دل، فيبدو أن المثقف العربي كانت لديه نزعة تطرفية غوغائية تجاه المثقف الكردي. هذه مشكلة لاحظتها مرارا. أستاذ علي، هنا اسمح لي أسألك، وأنت مثقف كردي، ألا يقع تلك المسؤولية يتحملها المثقف الكردي أيضا، عدم تعريف قضيته بشكل شفاف، بشكل صحيح؟ أيضا المشكلة أننا نحن الأكراد أيضا ظلمنا أنفسنا. المشكلة في القضية الكردية هناك ظلم من أنفسنا أيضا. الكردي يظلم أخاه الكردي، يقف مع الصف التركي أو يقف مع الصف العربي أو يقف مع الصف الفارسي أو يقف مع الصف الروسي إلى آخره، أو يقف مع الصف المعارضة. أنا أذكر عندما كنت في سوريا أن 2 من قريتنا استشهدوا وكانوا في صف المعارضة، لم يقبلوا أن يدفنوهم في قريتنا. لماذا؟ لأنهم ينتمون إلى فصيل المعارضة السورية، وقريتي كان فيها وحدات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردستاني. لم يقبلوا أن يدفنوا ذاكين الشهيدين في القرية وهي قريتهم. لماذا؟ تطرف أيضا فكري سياسي كردي. إذن هناك ظلم من الكردي للكردي أيضا، كما ظلم من العربي للكردي أيضا هناك ظلم من العربي للعربي. المشكلة في الثقافة أننا لا نحاول أن نفهم بعضنا. لو كان هناك إخاء وحوار صحيح لما تطورت الأزمة السورية من حراك سياسي إلى ثورة سورية، ومن ثم إلى حرب طاحنة تطحن الجميع وتطحن جميع المفاهيم الموجودة والقيم في سوريا. لقد تشعبت الطائفية بشكل فظيع جدا في سوريا. إذ بات أحدنا في سوريا عندما كنت في سوريا: أنت كردي، أنت سني، أنت علوي، عندما تمر من أحد الحواجز تشعر أنك مدان وأنك متهم بشيء وأنت لم تفعله. فأنت من دارية مثلا، إيه أنت من درعا، إيه. بدأت الطائفية بشكل موسع جدا. السبب هو عدم الاحترام والأخلاق. أذكر أنني كنت أمر أحيانا عند الحواجز النظام أو حواجز الأخرى، لقد لاحظت أن أخلاق الرجل الذي يقف على الحاجز هي الأساس. فالبعض من النظام كانوا على خلق سويم يختلف من البعض الذين هم في حواجز المعارضة. قد يكون هناك في الجهة الصحيحة ولكنه سيء الأخلاق، وقد يكون في الجهة السيئة ويكون ذو أخلاق صحيحة. لا أدري إن كان الأستاذ نبيل لاحظ هذا الشيء أيضا. لذلك الأخلاق هي معيار الأمان والتعامل والحوار بين الاختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. علينا أن نكون مسالمين. أريد أن أضيف كلمة. بالتأكيد
هذه الحالات موجودة والاتهامات موجودة ما بين كل الأطراف وما بين كل الأفراد ضمن القومية الواحدة وضمن القوميتين الأخريتين أو القوميات الأخرى. هذا ناجم عما قلته في بداية حديثي هنا في مطلع هذه الحلقة عندما أقول خوفنا من الآخر. الخوف من الآخر هو النقطة المدمرة لتركيبتنا الثقافية التي تدعي الكمال والآخر مخطئ. هذا يجعلنا نعتبر أن الآخر مخطئ وبالتالي يجب أن نهاجمه. أنا بمنتدى البناء الثقافي الذي كنت أو الذي فعلته في دمشق وهنا في فيينا، أقمنا مثل منتدى اسمه البيت العربي النمساوي للثقافة والفنون. قمنا في دمشق بأمسيات متميزة، أمسية عن الثقافة الكردية، أمسية طويلة يعني طويلة جدا، ضمت شعرا، ضمت غناء كرديا، ضمت رقصات كردية، وضمت أيضا مثقفين كرديين. وأقمنا بالإضافة إلى ذلك دورة في هذا المنتدى لتعليم اللغة الكردية، وسجلنا بعض الحضور وطبعنا كتب على نفقة المنتدى من أجل تعليم اللغة الكردية. وكان لدينا أستاذا قام بتلك العملية يكون أستاذ صلاح. في دكتور هون عنده تعقيب، دكتور كاسان، يمكن أتمنى الدكتور قاسم حسن بيقول المشكلة في معظمها جينية بالإضافة إلى الحكومات والكثير من رجال الدين وغياب الحريات. بالتأكيد ليست جينية. نحن ناس كاملو الأوصاف موجودون، ولكن طبيعة الحياة الدينية التي عشناها، طبيعة التربية الدينية التي تعرضنا لها منذ أن كنا أجنة ولسنا جينيا، عندما كنا أجنة، عندما كنا في أطفالا، عندما كبرنا، هذه التربية تعلمنا على المقدس، تعلمنا على الخضوع، تعلمنا على أننا عبيد، تعلمنا على أننا يجب أن نفعل كذا وكذا وكذا وأن لا نخرج عن تلك الإرشادات. هذه التربية هي التي أنشأت هذه الأجيال التي يمكن أو يسهل التحكم بها، والتي يمكن أن تتعرض لها وهي صامتة. تفضل. بدي أذكرك بشغلة، أنت ذكرتني بشغلة يعني بأسوأ مقال سياسي أنا كتبته بحياتي، إلي شيء حوالي 37 سنة بالصحافة والإعلام. يعني ب 2004 بعد الانتفاضة الكردية طلعنا من سوريا، فكتبت بجريدة ريكاي كردستان تبع الحزب الشيوعي الكردستاني عن الوضع في سوريا بعنوان سوريا كل سوريا جنة الأرض، وهيك كان يعني واصف فيها السوري إن كان عربيا بأنه أحسن العرب وكرديا أحسن الكردي وإلى آخره. ولكن بعد 2011 وبعد يعني بالعامية بدنا نقول ما شفناه، ما نشر على من غسيلنا. ففعلا أسوأ مقال كتبته بحياتي وأنا ندمان والآن بتذكره وبضحك يعني. فهل ذكرني دكتور انه جينيه؟ ليه يعني كنا نقول انه السوريين بكل شيء متقدمين، ولكن اكتشفنا بعد الثوره انه نحن كنا واهمين في ثقافه الوهم، وقت واحد الاخر لا يتقبل، واحدنا لا يتقبل الاخر. لا يعني الوطن سوريا ما دام كوطن، اذا بنعتبرها كوطن، انت مهما كنت قويا كعربي ما فيك تلغي وجودك ككردي وتلغي وجود الاشوري والسري وغيره. ودينيا ولا انا استطيع ان الغيك ولو كانت كل القوى العالميه الكبرى ورائك. فلماذا هذه الثقافه تكرست واصبحت يعني الان بعد الثوره نمت بشكل افظع؟ هذا السؤال بدقيقة لك الإجابة، وننتقل للأستاذ علي. تفضل أستاذ نبيل. لأنه سمعتك قلت الأستاذ علي فصمت مستمعا. يعني بكل بساطة التربية، وأعود وأؤكد، المسألة ليست جينية حتما، وإنما المسألة أن مسألة ثقافية
تعرضنا لها جميعا، تربينا عليها جميعا، وترعرعنا أجيالا خلف أجيال على ذلك، على الخشية من الآخر، وعلى الخوف من الآخر، وعلى الخضوع، وعلى المذلة. وقامت الأنظمة جميعا التي تعاقبت على منطقتنا. المشكلة أنك لا تستطيع أن تقول التي تعاقبت على سوريا فقط. المنطقة كلها مبلية بهذا النوع من الحكم. يعني تعاقبت على سوريا إن كانت سوريا بهذا الشريط الحدودي المعروف لدينا، الذي أنا أطمح إليه أن يكون هذا الشريط الحدودي وطنا سوريا لجميع من يقطنه من قوميات وأديان وطوائف وأثنيات وأجناس، دولة وطنية علمانية ديمقراطية تعددية. هذا حلمي وهذا شعاري الذي لا زلت أكرره وأتم وسأظل أكرره. يعني إعادة بناء الإنسان والوطن السوري الجديد المنشود. بالضبط، يعني هذا ما أحلم به، هذا ما نحلم به، وهذا ما نريده. ولكن هنا النقطة حول مسألة إنه لماذا استخدم السياسي ذلك. السياسي استخدم ذلك وكرس مسألة هذه التربية الدينية، وكرس ذلك في المدارس، وكرس ذلك حتى في كل التعاملات على مستوى الدولة وعلى مستوى الحكومات، لأنه يخدم أسلوبه في السيطرة وفي الخضوع، يكرس هذه التربية الدينية، لا يسعى إلى علمانية حقيقية. نعود إلى كلمة حقيقي وكلمة مزيف. لا يسعى إلى ذلك لأنه بالسعي إلى ذلك يعني أنه تخطى مرحلة كبيرة من الثقافة، لأن التطور الإنساني لا يتم عبر يوم وليلة أو 10 أيام أو سنة أو سنوات. الإنسان يتطور بالعقود. يمكن أن تغير ثقافة قليلا ثقافة جيل، وهذا جيل يجب أن يسعى لأن يتغير أيضا وأيضا. لا يمكن تغيير الفجاية، يعني ثورة ثقافية بالمعنى التي تقال قامت ثورة في سوريا وبالتالي تحققت هذه المطالب بالحرية والمطالب. يا أخي الحرية، تطالبون بالحرية على رأسي. الحرية تتضمن حرية جنسية، هل تعترفون بالحرية الجنسية؟ تتضمن الحرية حرية الاعتقاد، هل تعترفون بحرية الاعتقاد؟ طبعا النظام لم يعترف بذلك، وهم هنا في تلك الثورة التي ينادون بها الآن لا يعترفون بها. المعارضة طبعا، المعارضة التي تنادي بها لا يعترفون بذلك، ولا يمكن أن يعترفوا بحرية الفردية التي تجعل الإنسان مبدعا. الإبداع طريقه الحرية الفردية. عندما تحقق حرية فردية للمواطن بذهنه وعقله وثقافته يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإبداع. هنا نعود إلى موضوع الحلقة الأساسي، أن الإبداع يمكن أن يطور محيطك. لا، الكلمة التي تبدعها ليست طلقة. يعني ساد مفهوم من المقولات في العهد البائد أو السائد أو الذي يقال عنه أن الكلمة كالطلقة، أن الكلمة بندقية. الكلمة ليست طلقة، الكلمة ليست بندقية. الكلمة هي دواء تأثيره بطيء ولكنه فعال. يمكن أن تغير بذهنية البشر ببطء ولكن بفعالية. عندما نستخدم الكلمة نستطيع أن نطور ثقافيا أجيالا ببطء ونبني. هذا البناء هنا نستطيع أن نحقق ما نصبو إليه من دولة علمانية ديمقراطية تعددية. أود أن أعقب ولك كل الوقت أستاذ علي. أستاذ نبيل طرح موضوع إعادة بناء الإنسان والوطن السوري الجديد. برأيك، وأنت ما شاء الله شاعر ومترجم وكاتب وتتقن عدة لغات، هل ممكن إعادة بناء الإنسان والوطن السوري بالشكل المنشود الذي ننشده أن تكون سوريا فعلا ديمقراطية تعددية فيدرالية كما يطلبها أستاذ نبيل؟ قبل كل شيء أود أن أعقب على بعض ما قاله الأستاذ نبيل. لا إبداع بلا إشباع.
الإبداع يحتاج إلى إشباع فكري، إشباع أخلاقي، إشباع نفسي، إشباع عاطفي، إلى ما هنالك من الإشباعات التي يحتاجها المرء حتى يعبر عن مكنوناته. ولكن هذا الكلام أو هذا الإشباع الذي نتحدث عنه ربما يحتكم إلى تربية دينية أو تربية فكرية أو تربية أو التقاليد الموروثة في بيئتنا إلى ما هنالك من. ولكن الجيل الذي كنا نعايشه أو نتعايش معه ليس مجرد جيل قائم على أساس تربية دينية. فتربية البعث، نستطيع أن نقول أن حزب البعث الذي قاد الدولة السورية خلال 50 عاما، نستطيع أن نقول جسد أو كرس فكرا سياسيا خاصا في الدولة السورية من خلال عدة منظمات، منظمة الشبيبة، من خلال الحزبيين البعثيين إلى آخره، اجتماعاتهم ما شابه ذلك. أيضا هناك الفكر الشيوعي كانوا موجودين في سوريا. أيضا هناك التربية الدينية في بعض معاهد الأسد التي موجودة في، أعتقد في ركن الدين في دمشق، من خلال بعض المعاهد الإسلامية أيضا. إذن هناك فكر ديني وفكر شيوعي وفكر بعثي، وهناك تعددية فكرية، ولكن جميعها محتكم أو محكم برقابة سياسية بعثية. يعني أستاذ علي، أنه اليمين المتطرف واليسار المتطرف التقيا عند النظام. يلتقيان، إنهم يحتكمون برقابة المخابرات أو رقابة الأمن السياسي في دمشق وفي سائر سوريا، محتكمين بسياسة البعث. القائد، الحزب القائد هو الذي يقود كل الأحزاب من خلال أحزاب الجبهة ما شابه ذلك. أعود أن الفكر أو التربية الدينية ليست فقط التربية الدينية هي الموجودة في المدارس، والدليل على أنهم كانوا يحاولون إلغاء مادة التربية الإسلامية عدة مرات ويضعوا بدلا عنها علم الأخلاق. التربية الدينية موجودة في بعض المدارس الشرعية، موجودة في البيوت. كل المسلم يتعلم دينه وإسلامه في منزله، المسيحي يتعلم دينه ومسيحيته في منزله، وإلى حتى الأكراد، هناك أكراد يزيديين وزردشتيين إلى ما هنالك، كل في منزله يتعلم، ولكن يجتمعون في تربية معينة في المدارس التي يتلقون فيها العلم. إذا نستطيع أن نقول أن التربية السياسية البعثية هي التي سيطرت وأجهدت فكرة جيلنا الحاضر بمقومات لا تليق بالمسؤولية التي يجب على عاتقهم أن يقوموا ويكونوا أحرارا من داخلهم، أحرارا بفكرهم، أحرارا بإبداعهم كما يقول أستاذ نبيل. إذن الحرية انكبتت بشكل مجهد. فهناك مثلا الكتاب والسينمائيين والشعراء وكثير ممن دخلوا السجن، فلذلك ظهر ما نقول له أدب السجون. هناك شعراء وهناك أدباء وكتاب ومسرحيين أيضا. هذا التعقيب الأولي. أستاذ علي، في هنا تعقيب أو سؤال للأستاذ مصدق عاشور. طبعا يقول أخ علي، حزب البعث لم يقد وقد وفرت له المناخ للتفرد بالسلطة نتيجة اتفاقية الجبهة الوطنية التقدمية. يعني ما كان نعم. حزب قائم، يعني هو الحزب الذي كان يقود الجبهة، وهو الذي يحكم، وهو الذي يتصرف، وهو الذي يوجه ويقرر، وله الخيار الأساسي والمسؤولية الأساسية في قيادة الأحزاب. جميع الأحزاب مراقبة تحت رقابة أمنية عالية.
سواء المنظمات الدينية أو المنظمات الأحزاب الأخرى. هناك رقابة أمنية وعين ساهرة على الرقابة الأمنية في سوريا، لنكن عادلين شيء نعرفه جميعا. أستاذ علي، لنكن عادلين، يعني بالاسم كان البعث يحكم، ولكن فعليا هناك دكتاتور كان حافظ، أكبر دكتاتور حافظ. أكيد. والمخابرات استغل المخابرات الأمن، يعني البعث كانت أكيد. شماعة يا سيدي جماعة. نعم. ولكنه رجع عفوا الحزب واحد. الحزب الواحد أدى إلى الحزب القائد. إنها سلسلة. الحزب الواحد مع أستاذ علي، بس مداخلة صغيرة. الحزب الواحد يستطيع أن يكمل. والحزب القائد أدى إلى الفرد القائد، والفرد القائد اعتمد على هذا الحزب في قيادة تلك المسيرة. وعندما شكلت الجبهة الوطنية التقدمية لم تكن جبهة وطنية تقدمية، كانت أجزاء من أحزاب أخرى جمعت ووضعت بالحد الأدنى من الأعضاء وسميت جبهة، وصارت عبارة عن إحدى فروع، أو بالأحرى أقل شعب أقل من مرتبة فرع من ضمن تنظيم حزب البعث الذي كان يقوده شخص واحد في النهاية. يعني والشخص واحد لا يقدر لوحده. تلك المنظومة هي منظومة قائمة بحد ذاتها، منظومة كبيرة، يعني ليست مسألة حزب فقط، حزب واحد سلطة واحدة، إنها منظومة قائمة بالكامل. يعني تشرشت في جذور سوريا وفي جذور كل الدول المحيطة والمنطقة، وأدت إلى ظهور ولكن أستاذ نبيل كان العنصر المخابرات يعني ما بيسأل عن أمين فرع الحزب، يعني خلينا كمان نكون واقعيين. طبعا المشكلة أستاذ سليمان كل واحد محسوب على جماعة. لما نقول هذا من جماعة مثلا رفعت، أو هذا من جماعة علي أصلان، أو هذا من جماعة علي حيدر، أو من جماعة الرئيس، يعني صارت المسألة مسألة جماعة. حتى بالمنظمات الدينية أيضا، هذا من جماعة الشيخ فلان، هذا من جماعة الشيخ فلان وجماعة الشيخ فلان. إذن صار في تطرفية حتى بالديني والفكر الإسلامي. نفس المشاكل صارت حتى عندنا الأكراد نحن، عفوا، هذا من جماعة حزب الاتحاد، هذا من جماعة الكردستاني، هذا من جماعة البرزاني إلى آخره. في مشاكل عديدة بالثقافة واجهناها بسوريا عند جميع الإثنيات، ليس فقط عند العرب. ولكن أنا أخص عن التربية التي تحدث عنها. إذن التربية الدينية ليست هي الأساس في المشاكل. ليس كل قديم ينبذ، وليس كل جديد يؤخذ. هناك بعض الأمور في التربية. أنا كنت معلما وأعرف كيف كنت أتعامل مع الطلاب في المدرسة، وهناك طريقة مثلا كمثال: ممنوع الضرب، ممنوع أنك تحكي، ممنوع أنه نشتم الطالب، ممنوع أنه نعمل أنه نهينه، ممنوع إلى آخره. فهالأمور خلت أشياء كثير في نفسية الطالب ما عاد قدرنا للطالب. يعني الولد اللي ما بيقدر له أبوه، ما بيقدر له أمه، أو ما بيقدر له أستاذه، فصار في انفلات فينا نقول فكري، انفلات يعني جديد في حياة التلميذ أو الطالب. أوصلتنا أستاذ نبيل، أوصلتنا إلى ماهية الثورة اللي نحن دخلنا فيها. وللأسف الشديد النظام بدأ مباشرة باستخدام السلاح تجاه الأطفال الذين نعرف جميعا القصة في درعا. إذن هم حاولوا أن يقوموا بمسألة السياسة السورية الجديدة، حاولوا بمسألة طرح الحرية في المدارس بما يتناسب مع الفكر الجديد والتربية الحديثة، احترام الطالب والتعامل معه بشكل أسلم إلى ما هنالك. فأوصلوا الجيل الجديد إلى مهاوي الضلال، وقد نقول إلى شرفات الكرامة أيضا نوعا ما، لأن الثورة نشأت على كرامة المواطن التي داسها الحزب وداسها حزب البعث
وداسها الفكر السياسي بشيء فظيع جدا، من حيث أنه ألغى الإبداع والتفكير. ألغى الإبداع والتفكير لدى المواطن السوري الذي بدأ فقط يبحث عن لقمة عيشه، ونرى مثقفين وأدباء وكتاب غمروا وضمروا نتيجة ظروفهم المعيشية، ولم يستطيعوا أن يلبوا مقومات الحياة البسيطة حتى يعبروا ويدخلوا سلم الكتابة أو الأدب أو الإبداع أو الشعر، لأنهم كانوا مأسورين ويبحثون عن لقمة العيش. أيضا هذه مسألة لاحظت كثيرا، أنا كنت في سوريا لاحظت أيضا أدباء وشعراء بعضهم يبيعوا الكتب في الطريق. أنا صادفت بعضهم تنظر إليه تخاله رجلا كاتبا أديبا، تتحدث معه الفقر والظروف المعيشة والجوع ولقمة العيش جعلت كثيرا من الكتاب في قارعات الطريق، قوارع الطريق، يبحثون عن مكسب أفضل مما هم فيه. وحول ضعاف النفوس إلى مرتزقة أيضا. أيضا الثورة السورية استفاد منها ضعاف النفوس في أن بدأوا يجمعون النقود من خلال الحواجز، سواء حواجز النظام أو حواجز المعارضة. أيضا هم يقومون، أيضا الطرفين يقومون بنفس السوية تقريبا. أصبحت الأمور سواسية، أصبح النظام يتعلم من المعارضة والمعارضة تتعلم من النظام. لو كانت المعارضة تمشي على صواب لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه حتى إلى الآن. المشكلة أن هناك شرخ كبير في المعارضة، أيضا شرخ. أستاذ نبيل، جديد غادرنا، نتمنى أنه من الأعزاء بالكنترول بالتواصل معه مجددا. أستاذ علي، يعني في هناك سؤال كثير يخطر ببال معظم السوريين: لماذا تكرست عنا خاصة بعد ما يسمى أو ما تسمى بالثورة السورية ثقافة التبعية، ثقافة الشعور بالنقص أمام الآخر؟ أستاذ نبيل، نورتنا مرة ثانية. أنا آسف، انفصل أنا عندي ما بعرف شو أنا كنت بدي أسأل أستاذ علي سؤالا، وهو سؤال لكم، سؤال ما قبل الأخير لكم اثنين، باعتبارك اجيت استاذ نبيل سنبدا معك وبعدين نضيف اليها كليا يعني للاستاذ علي سؤال اخر. استاذ نبيل، ليس هناك مشكله. في سؤال استاذ نبيل هو كبيرنا، ليس منا من لا يوقر صغيرنا ويحترم كبيرنا، هو كبيرنا. تسلم. وعزيزنا ايضا. الله يخليك. تفضل استاذ نبيل. يعني السؤال يطرحه غالبيه السوريين: لماذا النظام والمعارضات، الاطر المعارضه وغالبيه حتى المعارضين يعني يشعرون بعقده الشعور بالنقص امام الاخر، فلذلك نراهم اتباع تركيا، النظام باع سوريا لروسيا، لإيران، لحزب الله نصر الله، والمعارضة باعت عفرين ورأس العين وطل أبيض لتركيا. وأيضا يعني فعلا هذا الضعف أمام الآخر كيف سنتخلص منه؟ ولا ننسى أن الأكراد فعلوا فعلهم أيضا. المهم هذه الثقافة فعلوا أيضا مثل ما فعل بقية السوريين، يعني مثل بقية أطياف السوريين، مثل بقية قلت الكل، يعني الكل باع، يعني الكل قلت لك قبل شوي أنه اللي شربانين من مية الفرات كلها بالضبط. وهذا بسبب رئيسي. هذا دليل على ما نقوله وما نتحدث به، أنهم لا يهمهم سوى التسلط والكرسي، لا يهمهم الوطن. لقد باعوه بقشرة بصل كما تقول، باعوه من أجل المحافظة على مكتسباتهم، من أجل المحافظة على انتصاراتهم، من أجل المحافظة على يا رجل صار عندنا شيء اسمه ثقافة الارتزاق أستاذ نبيل.
ثقافة الارتزاق يعني صار يتداول انه الارتزاق صفى الثقافة يعني. هذه أضيفت طبعا، أنت تستطيع أن تنام وتشرب وتأكل وعلى نفقة المضيف. هنا هذه وحتى بين المثقفين، هي متفشية في معظمها بين المثقفين بسبب رئيسي، أن المثقف يعتبر واجهة، يعتبر طليعة، وبالتالي يجب أن يقوم هو بتسويق ذلك الفكر السياسي الذي يقوده مموله. الممول يقود فكر سياسي معين، من سيسوق هذا الفكر؟ هذا المثقف باع نفسه له وقام بتسويق أفكاره، وقام بتسويق ما يريد معلمه. ولذلك كان هناك مثقف مزيف ومثقف حقيقي. لذلك لجأنا إلى هذه النقطة. ولكن قبل أن يغيب عني الاتصال، رأيت أن أحد الأصدقاء كان يعلق بكلمة أنه كيف يمكن أن نصنع تجانسا ثقافيا. يا عمي، نحن لا نريد تجانسا ثقافيا. يعني أستاذ أحمد مرعان كمان له سؤال لك. يعني أستاذ أحمد مرعان، أتمنى من الكنترول أنه يظهر لنا تعليق أو سؤال الأستاذ أحمد مرعان: ما هو البديل في ترسيخ الثقافات يتجانس؟ المقصود بالثقافة بالمفاهيم التخصصية، هل تقليد الغرب يرضي جميع التيارات والعقليات في المجتمع؟ هل مفاهيم الثقافة مبتذلة بالممارسات السياسية؟ يعني هذا ممكن هذا السؤال، انه يعني نحن لا نريد تجانس ثقافات، لا نريد الثقافة متجانسة. نحن نريد تعدد ثقافي في سوريا، تعدد ثقافي يخدم الجميع، يعبر عن تلك المنطقة كما يعبر عن تلك المنطقة. سوريا غنية بتعدديتها، تعدديتها الثقافية قبل أن تكون بتعدديتها الإفرادية أو بعدد سكانها أو بعدد. سوريا غنية بإمكانية وجود أكثر من ثقافة فيها، أكثر من معرفة. يمكن هذه الثقافات أن تتحاور، ولا يمكن أن ننشئ ثقافة متجانسة تناسب الجميع. هذا التجانس يعني مصطلح ما بعرف استخدامه مسيء أكثر مما هو مفيد. وبالإضافة إلى أنه هل يكفي تقليد الغرب؟ أيضا لا نريد أن نقلد الغرب. نحن لا نريد أن نقلد الغرب في أن نصبح مثلهم. لا. هم ربما قدموا لنا نموذجا حضاريا جيدا كيف يمكن أن يتعايش مجموعة من الثقافات المتعددة ضمن دولة واحدة، كيف يمكن أن يجتمعوا حول طاولة واحدة ويتحاوروا ويبنوا وطنا تحت سقف قانون. يجمعنا القانون، يجمعنا تجانس القانون على الجميع، لا يجمعنا تجانس ثقافي. عندما يتجانس القانون على الجميع سوية، هنا يمكن أن نقول أننا بدأنا ببناء الأوطان، وأن القانون فوق الجميع من كل الثقافات. القانون ما يضعه المثقف أم السياسي؟ أو بالأحرى، هل السياسي صناعة ثقافية أم المثقف هو صناعة سياسية؟ هنا النقطة يجب أن ننتبه إليها جميعا، أن السياسة هي بند من بنود الثقافة. الثقافة هي للسياسة، شرعية للسياسة. وبالتالي السياسي يجب أن يكون بكل بساطة تابعا للثقافي ليس للمثقف، لكي لا نكون أكثر تطرفا. السياسي حتما تابع للثقافي، لأنها السياسة جزء من الثقافة. الثقافة أعم وأشمل من السياسة. ولكن ما يحدث عندنا، ما يحدث على أرض الواقع، أن السياسي هو الذي يقود الثقافي أو الذي يقود المثقف. هنا نقطة الطامة الكبرى. مغالطة نتعرض لها، وهي من المغالطات التي تودي بحياتنا هذا المشروع. بس بيبقى كلمة للأستاذ علي، أنه صحيح ليس الدين هو كل شيء، ولكن الدين له سلطته السياسية أيضا، له سلطته على السياسي أيضا، وكلنا نعرف ذلك. يعني لا، هذا ليس خافيا. وعندما نقول بمسألة التسلط المدرسي، يعني النظام التعليمي، وكنت حضرتك معلم وتعرف أن النظام التعليمي عندنا قائم على الاستبداد، قائم على استبداد المعلم، وقائم على استبداد
النظام التعليمي، يعني قائم على استبداد المعلومة وتلقين المعلومة ونقل المعلومة. لم يكن فيما أتذكر أبدا قائما، لم يكن النظام التعليمي قائما على مسألة تشجيع الإبداع والتساؤل والفهم. كان قائما على التلقين والتعليم والحفظ. ومسألة إلغاء درس الديانة لا تعني أنها إلغاء لأهمية الدين في حياتنا المجتمعية ككل. الدين لا يعلم فقط في المدرسة، ولا يعلم فقط في البيوت، يعني كثيرة هي الأماكن التي يتم تعليم بها الأديان. وعندما أقول الدين لا أقول الدين الإسلامي تحديدا، أنا أتحدث عن مسألة البنية الدينية، يعني البنية الدينية والبنية التعليمية والتدين السياسي، الدين السياسي يعني، وخاصة الدين السياسي. خاصة يعني أستاذ علي. تمام. أستاذ علي، أستاذ نبيل ذكر جملة أنه الكرد أيضا ويقصد في إقليم كردستان سوريا أو ما يسمى بشمال شرق سوريا الإدارة الذاتية، يعني أنهم أيضا تابعين. طبعا هناك كان في الدكتور قاسم قاهلة ولا ليسوا كردا، وفعلا الإدارة الذاتية، قادة الإدارة الذاتية اللي يتزعمها حزب بيادي أو PYD كما يسميها الأخوة العرب، قادتهم أكدوا أكثر من مرة وفي أكثر من فضائية بأنهم حزب وطني سوري وليس قومي كردي، ويحاربون الطموح أو والقيم القومية الكردية. ونرى كل يوم هناك معتقلين الكرد في سجون الإدارة الذاتية أكثر من المعتقلين العرب. يعني هل برأيك هذه الإدارة، لماذا الكرد سوريا؟ هذا السؤال يعني، هل هم فعلا إدارة كردية كما يطلق عليهم كل ضيوفنا، ضيوف هذا البرنامج هنا يقولوا إدارة كردية وهم يقولون نحن ما لنا كرد؟ لماذا شركائنا بالوطن يصفونها بإدارة كردية أولا؟ وثانيا، لماذا الكرد لم يعتبروا من تجربة إقليم كردستان العراق؟ يعني إقليم الوضع العراقي والسوري متشابه تقريبا من حيث النسيج الوطني. أبناء إقليم كردستان العراق توحدوا حين مؤتمر لندن وحين مؤتمر صلاح الدين، توحدوا خلف قيادة القائد الخالد مصطفى البرزاني، ثم فيما بعد قيادة الأخ الرئيس مسعود البرزاني. لماذا نحن نفتقد قيادة سياسية كالقيادة البرزانية؟ تفضل. الحقيقة أن السياسة المتبعة في مناطقنا الكردية في شمال شرق سوريا أيضا هي سياسة تابعة لمصالح أو غايات تجمعها مع كيانات أخرى، ربما مع أمريكا لا أدري، وربما مع تركيا، وربما مع النظام أيضا لا أدري كيف يعملون. ولكن ما لمسته عندما كنت في سوريا أن وحدات حماية الشعب لها علاقات وارتباطات مع النظام السوري حسب يقيني وحسب ما شعرته عندما كنت في سوريا. مع النظام هذه الناحية يبدو أن هناك شيء من هذا القبيل، لاحظت شيء لا أدري. ولكن ليست فقط وحدات حماية الشعب تابعة، حتى النظام السوري أيضا هو نظام تابع لروسيا ونظام الملالي في إيران. تعقيب صغير منك أستاذ علي، ونظام المعارضة أيضا تابع لتركيا. الإدارة كردية أستاذ علي بشكل شفاف، هل تلك الإدارة إدارة كردية؟ غيروا إقليم كردستان سوريا، غيروا المفاهيم، كان إلى روج ثم إلى روج ثم إذا أردت رأيي الشخصي، المشكلة أنني أستغرب من شيء، كيف أنهم تخلوا عن عفرين. في عفرين كانوا مثل الأرانب، وفي الرقة كانوا أسودا. هذه مشكلة أنا أفكر فيها، كيف تخلوا عن عفرين بسهولة، وكيف في الرقة أسودا يدافعون
وفي أيضا لا أدري، هناك شرخ في الكيان السياسي السوري غريب جدا. هذه مشكلة أفكر فيها، كيف هكذا وكيف هكذا. المشكلة هناك تبعية سياسية لنظام معين، هم يدعون أنهم يمشون على أساس إدارة كردية، وبنفس الوقت يضمون أيضا فصائل أو بمعنى جنود أو مقاومين معهم من الفئات العربية والتركمانية والسريانية وإلى آخره، كافة فئات الشعب الذين يعيشون معهم. ولكنني أشعر أن هناك تبعية سياسية تقود جميع طوائف وفئات الموجودة في سوريا، من النظام إلى المعارضة وإلى وحدات الكردية. هناك شرخ، هذا الشرخ قائم على أساس الغايات. هم يبدو أنهم يفكرون بأسلوب براغماتي نفعي، يعتقدون أن الأمريكان سيساعدوهم في قيام أو إقامة كيان كردي جديد في سوريا، على غرار ما ساعدوا أكراد العراق في التسعينات، عندما كان اعتداء الجيش العراقي في التسعينات على الكيان الكردي، فالأمريكان ساعدوا الأكراد واعترفوا بالكيان الكردي في العراق. ولكن هناك مشكلة في الكيان الكردي، سواء في العراق أو في سوريا أو في تركيا أو في إيران. القضية الكردية متشعبة جدا جدا في محورها وفي مداخلها ومخارجها. نحتاج إلى أطر فكرية جديدة سليمة تساعدنا على فهم ماهية القضية واللغة والحضارة بشكل متبادل واحترام ما بيننا. لا يجب نحن نحتاج إلى احترام متبادل ما بين جميع الأطراف الكردية. فأنا مع الاتفاق الكردي مع التوافق الكردي مثلا، والتوافق الكردي العربي، والتوافق الكردي التركي، الكردي السرياني، الكردي الآشوري. أيضا علينا أن نتفاهم ونتحاور ونحترم كيانات بعضنا، ولا أتصور ولا أود أن يقوم كياني على أنقاض كيان آخر. نحن في الدولة السورية، أحترم الدولة السورية، أنا سوري وكردي، وأحترم هذا الكيان الذي كنت فيه. ومثلا أنا أؤيد قيام دولة كردية، ولكن ليس على أنقاض الكيان السوري الذي يتهدم شيئا فشيئا نتيجة ظروف حالت به نتيجة الأطماع الاستعمارية، ونتيجة الظلم والاضطهاد والطغيان الذي رسخه النظام البعثي والنظام الدكتاتور، الذي لم يسمح ولم يساعد ولم يعين الحراك الفكري الموجود لدى الشعب، ولم يحاول أن يتفهم الحوار، بل قاد الأمور مباشرة بالسلاح. قاد الأمور بالسلاح مباشرة ليقوض الثورة. الثورة كانت في بدايتها حراك شعبي يطالبون بالحرية، ولم يطلبوا بإلغاء الدكتاتور مباشرة. هم شيئا فشيئا وصلوا إلى تلك المرحلة لأنهم لم يتلقوا متطلباتهم وغاياتهم التي كانوا يأملونها من النظام، والنظام اتهمهم بأنها مؤامرة وبأنهم مرتزقة ممولين من قطر وتركيا إلى آخره، كل يلوم الآخر. هذه مشكلة، أن النظام يلوم المعارضة، والمعارضة تلوم النظام، والمعارضة تلوم النظام بما فعله واقترفه واتبعه، وكل يستغل قوته وسلوكه وكيانه ضد الآخر. وهذه مشكلة في الكيان السوري ما بين الأكراد والعرب، وأيضا التركمان يبحثون عن وضع وكيانهم، بل بدأوا في سوريا أيضا. إذن هناك مشكلة مستعصية على الفهم في الكيان السوري الذي بدأ يشرخ. ورغم ذلك هناك إيجابيات للثورة حول الكتابة.
فبدأ هناك كتاب جدد وشعراء جدد ومسرحيين جدد، بدأ الخيال الفكري الثوري، الخيال الإبداعي يموج في مخيلة الإبداعيين والشعراء والكتاب ليظهرون ما يجول في خواطرهم وأفكارهم، كأمثال الأستاذ نبيل وأساتذة كثر سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج. بدأت الرواية بشكلها الجديد ونتيجة الظروف التقنية وتقنية الحاسوب والتكنولوجيا أيضا بدأت الرواية تترسخ بشكل أفضل وأفضل، وهناك كتاب كثر مثل نبيل سليمان ومثل نيروز مالك ومثل جان دوست أيضا نعرفه في كتاباته الإبداعية. كثير من الكرد والعرب نمت كتابتهم وإبداعاتهم في هذه المرحلة. أستاذ إبراهيم تفضل. يسألك باختصار شديد بنصف دقيقة، تداركنا الوقت معك نصف دقيقة. أستاذ علي، أستاذ إبراهيم يوسف يسألك أفكار جميلة ما عدا عبارة ليس على أنقاض دولة ولكن يعني على الدولة السورية. الدولة الكردية بدأت تبنى بالمريخ، يعني سؤال وجيه. أولا أنا معه في مدلول كلامه، ليس هكذا. هذا ما أفكر فيه. نحن كأكراد في سوريا نأمل ونتمنى إقامة كياننا الكردي الموجود في أراضينا، ولكننا علينا أيضا أن نتريث قليلا حتى نعينهم في كيانهم الذي نعين إخوتنا العرب في كيانهم الذي تهدم وتقوض نتيجة الفكر الطغياني الراسخ في هذه الدولة. ولكن نحاول أن نقيم كياننا. لست ضد الكيان وليس في المريخ، بالعكس. عفرين والقامشلي وكوباني هي مدن كردية أبا عن جد. أنا أعرف كذا جد من أجدادي في عفرين. لا أستغرب مثلا من المفكر من قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي ألغى عفرين من الخريطة السورية عندما قال أصلنا أكراد من تركيا. كيف يكون ذلك؟ أنا أعرف 5 أجداد في سوريا نحن من عفرين منذ 400 سنة. كيف يقول أصلنا من أكراد تركيا؟ لقد ألغى وجودنا. هذا الذي أعرفه. أستاذ علي مثلا يعني مشكلة الوقت. كان اللقاء معكم جدا ممتع. الوقت أخذنا كثيرا، أخذنا من وقت الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل لك كل الوقت ب5 دقائق. يا ريت يعني المشكلة السورية أو الأزمة بالثقافة، بالفكر، بالأدب، بكل مناحي الحياة السورية تحتاج إلى حلقات وربما مجلدات. ولكن سوريا إلى أين ثقافيا؟ كيف نستطيع أن نبني سوريا الجديدة، سوريا التي ننشدها هنا؟ كما قال قبل قليل، شوف فكر ثقافي جميل أستاذ علي قال أن نتريث، بده يتريث بالدولة السورية في سبيل يساعد شريكه بالوطن حتى يتحرر من ظلم الطاغية. يعني حواري نحن حلقتنا كانت حول الثقافة والثورة السورية. الثقافة، وقت نقول الثقافة تشمل كل مناحي الحياة. يعني بتذكر مرة من المرات في مظاهرة باللاذقية، طلعت باللاذقية قالوا لأجل كان أيام أزمة الخبز وهي بالثمانينات يعني، واستمنى ما تمنى، فاعتبروها هي حالة سياسية، مظاهرة سياسية، وكذا شخص اعتقل آنذاك. أستاذ نبيل، المثقفون هم البناة الحقيقيون للإنسان والأوطان الحرة الكريمة. هل لدينا مثقفون أحرار حتى نبني إنسانا ووطنا سوريا حرا كريما؟ تفضل لك كل يوم. نحن يعني أنا آمل أن يكون لدينا هكذا مثقفين أو هكذا مجموعة من المثقفين. ربما لم
يكشف عن عدد ما مؤثر في هذا المجال. لم يصبح لدينا هذا العدد الذي يمكن أن ربما أخذت من الحلقة كثيرا في الموضوع الكردي، ومع تأكيدي أنا منذ بداية الحلقة أنني لا أؤمن بأن تكون هناك دول قائمة على أساس قومي، فهذه فكرة مضى عليها الزمن، وقد أثبتت تجربة حزب البعث الطويلة وتجربة ناصر المديدة وتجربة الأحزاب القومية كلها في المنطقة عن فشل هذه الفكرة. إذا أستاذ نبيل، هنا ملاحظة، يعني كلمة بشكل شفاف: أليس من حق 60 مليون كردي أن يكون لهم وطنا؟ أنا لا ألغي هذا الحق، هم لديهم هذا الحق، ولكني لا أؤمن بذلك. هم اعتقادهم ولهم آراؤهم، أما أنا لا أؤمن بأي دولة تقوم على أساس قومي. هناك يعني فكرة القومية في بناء الدول منذ الحرب العالمية الأولى يعني تقريبا انقرضت. كل الدول في العالم المتحضر الآن لا نستطيع أن نقول أنها قائمة على أساس قومي. هناك قوميات متعددة في كل الدول. القومية ليست شيئا يمكن الاعتماد عليه في بناء الدول الحديثة المتطورة والمثقفة والذي نسعى إلى بنائها. دولة كردستان تشمل الكل. هنا تأتي هذه النقطة: كردستان التي تسعون إليها أين حدودها؟ هل يستطيع؟ لم أرى حتى الآن حدودا واضحة لهذه الدولة. ثم وجود هذه الدولة واضحة، موجودة حدودها. لو تريد أن تبحث وتتأكد ستجد حدودها بكل شفافية. بحثت، لكنني عندما أرى حدودا تمتد إلى دمشق فإنني أتوقف عن البحث. يعني هناك ليس هناك أبدا من وصلها إلى دمشق. أستاذ سليمان، وقعت بين يدي خريطة تصل إلى دمشق، حدود الدولة الكردية تصل إلى دمشق. وقعت بين يدي خريطة هناك تأخذ شمال سوريا تماما. يريدون إساءة للكرد. ممكن هناك خرائط تأخذ خط الفرات كحدود، وثم تنطلق باتجاه الشمال وتأخذ لواء اسكندرون وجزء من اللاذقية وباتجاه الجنوب. يعني هلا عفرين، برأيك لماذا احتلت عفرين؟ لأنها توصل كردستان بالبحر أستاذ نبيل. يعني هذا ما فعلت به، ما فعلت تصل به، وهذا ما فعلته تركيا وما فعلته دول كثيرة ومتعددة أجهضت فكرة الدولة التركية. طيب الدولة الكردية عفوا، أنا يعني لا أستطيع أن أناقش بهذه المسألة لأنها ربما أعتبرها مسألة داخلية كردية، وإنما أريد أن أؤكد أنني شخصيا لا أؤمن. أنت مع حق تقرير مصير للشعب الكردي؟ طبعا أنا مع تقرير مصير الشعب الكردي، مع أن يقرر أي مجموعة وفئة عامة مصيرها عندما تريد ذلك. لا يمكن أن تقف ضد تقرير المصائر. هذا حق شعبي. هذا ما ننشده من كل مثقفي سوريا وكل مثقفي المنطقة. يعني نتمنى، وهذه أحد الثقافات التي ننشدها جميعا أستاذ نبيل. نحن نريد ذلك، ولذلك أنا أطالب بسوريا وطنية علمانية متعددة الثقافات، تحوي كردا، تحوي عربا، تحوي شركسا، تحوي وهذه الدولة هي الهدف، هي المنطلق للبناء، أيضا لبناء ثقافي يمكن أن تشكل به. أستاذ المثال كانت تقول، طبعا في الدكتور قاسم كمان يقول أنه كل الدول العربية قائمة على أساس قومي، فهل تعارض تلك الدول؟ سوريا بنيت على أساس قومي. لا مو بنيت، هي تسعى لأن تكون دولة قومية. ما شو عم يقول أستاذ إبراهيم يوسف؟ سوريا ليست قومية واحدة، سوريا تعتبر جزء من القومية العربية، هكذا يصنفها البعث. يعني ليست قومية. هل تشكل سوريا قومية؟
سوريا لا تشكل قومية، سوريا متعددة القوميات في أرض الواقع، وهذه القوميات هي من يجب أن يبني سوريا، هي من يجب أن يبني هذا الوطن بدون أن نطوف بحدودنا إلى حدود الآخرين. لا أريد أن أحصل على حدود من هنا أو من هناك، لا أريد أن أحصل، ولكن في المقابل لا أخسر من تلك الحدود أيضا. لا يعني أنه أخسر من حدود سوريا في حجة أنه والله لست قوميا ولست أنا أسعى لبناء وطن سوري علماني تعددي الثقافة. أستاذ نبيل، خلينا أكون صراحة معك يعني، وأنا كنت يعني أكثر من نحو 20 عاما تقريبا بالحزب الشيوعي السوري، ولكن الآن يعني أي كردي من طفلا كان شيخا أميا مثقفا إذا تقول له كردستان سيكون يعني أنا إذا بدي مو بس قسم سوريا، تقسم كل العالم، أنا بدي دولتي، بدي أبني دولتي. يعني أنت مع حق تغيير المصير، ولكن مصيري على أرضي. يعني أنا ابن كوباني، أستاذ علي ابن عفرين، يعني فأستاذ إبراهيم يوسف ابن قامشلو، بده يعني فهذول بده يقرروا مصيرهم. هذول مقررين مصيرهم أنه كردستان، يعني إقليم كردستان سوريا أرض متواصلة جغرافيا، يعني فلماذا يعني ما يعني ترفض إقامة دولتنا يعني على أساس قومي؟ أنا قلت لك أرفض إقامة أي دولة على أساس قومي وليس دولة الكرد. أنا لست ضد الكرد، لست ضد الكرد في حق تقرير مصيرهم. أنا طبعا بدي أعمل دولتي، بدي أخذ عفرين، بدي أخذ قامشلو، بدي أخذ كوباني، بدي أخذ كل شيء، هذا حقي طبيعي يعني. هنا كيف ستأخذهم؟ هذه هي النقطة، كيف ستأخذ هذه الأراضي؟ نتمنى أن نأخذها باتفاق يعني العسكرة والإرهاب زمنها، ولا نتمنى بالحوار. احصل على الحوار واحصل عليها. أنا لا أستطيع أن أعطي، أنا لا أستطيع أن أهدك. وحوارنا هذا معك يجب أن نقنع بعضنا. أنت لا تستطيع أن تلغيني ولا أنا أستطيع أن ألغيك، وبهذا الحوار الأخوي الشفاف يجب أن نقتنع بأنه كما أنه أخوك، يعني وقت كنا ضمن أسرة واحدة، بعدين صار كل أخ له بيت، فنحن كمان بدنا كل واحد نبني بيت، ولكن كجيران متحابين، كأصدقاء. يعني وقت أقول أصدقاء، الصداقة أهم من الأخوة يعني. أنت تريد أن تبني دولة يا سيدي، أنا لا أستطيع أن أمنعك هذه الدولة، ولا أستطيع أن أمنعها عنك، لا أستطيع أن أمنعها لك، ولا أستطيع أن أمنعها عنك. أنت حر في بناء هذه الدولة. أنا لا أريد أن تمنحني، أريد أن تساعدني عبر الاعتراف بحقوقي، هذا حقوقي الشرعية. أنا أعترف بحقوقك في تقرير مصيرك حسنا، لكنني أنا شخصيا لا أؤمن بقيام دول على أساس قومي. لا أؤمن بأن يكون هناك قومية قادرة على هل تستطيع أنت على أساس قومي أن توحد كردستان سوريا وكردستان العراق وكردستان تركيا وكردستان إيران؟ يعني هذه مشاكل متعددة. نحن في سوريا جزء من عرب كتار أيضا. هل استطعنا كل هذه النضالات التي مرت، وكل هذه التراكمات الثقافية والسياسية، وكل هذه التغيرات التي تعرضنا لها، هل استطعنا أن نبني هذه الدولة القومية بالوحدة والحرية والاشتراكية والشعارات؟ لم نستطع، لأن القومية بحد ذاتها لم تعد مصطلحا عصريا. أنت تريد أن تبني وطن، إذن ابني هذا الوطن مع شريكك في هذا الوطن. أنت تعيش في هذا الوطن، بدلا أن تبحث عما يمكن أن تختلف معه، ابحث عما يمكن أن تقبل وتتوافق معه. كيف يمكن أن تتوافق أنت وجارك وصديقك وهؤلاء الذين تدعون بحوار ثقافي على بناء سوريا الوطن؟ بناء سوريا الوطن، وليس بناء كردستان سوريا أو سوريا الكردستان. أنا وقت أرى أنه السورية نظاما ومعارضات ومعارضين
غالبية العظمى يرفضون تغيير اسم الجمهورية العربية السورية، يرفضون النظام الفيدرالي، أنا ذاك سأكون مضطرا مجبرا، أنتم تجبرونني على الانفصال، على التقسيم. أستاذ علي نبيل، يعني مسألة رفض تغيير، يعني مو مسألة رفض تغيير الاسم الجمهورية العربية السورية، حتما هي ليست الجمهورية العربية السورية، هي الجمهورية السورية. أنا أؤمن بأن تكون الجمهورية السورية، لأن كلمة العربية تسيء إلى فهمي لبناء الدول. كلمة العربية فورا تشير إشارة قومية واضحة إلى أنني أنا قومي عربي، ولكنني لا أريد هذا الاسم. أنا شخصيا أؤمن بتسميتها الجمهورية السورية. تؤمن بالفيدرالية؟ نعم، الفيدرالية هنا النقطة التي يمكن أن نختلف عليها أيضا. الفيدرالية خطوة تقسيمية، أنا أرى أن الفيدرالية هي خطوة تقسيمية. أؤمن باللامركزية، اللامركزية الإدارية. أؤمن بأن يكون هناك أجزاء من سوريا، محافظات من سوريا لها استقلاليتها عن في دولة أوروبية. أستاذ نبيل، أنت في دولة أوروبية، هل أوروبا يعني فرنسا، ألمانيا، أمريكا كلهم في نظام فيدرالي، هل هناك انقسام؟ يا أستاذ، النظام الفيدرالي في هذه الدول قام كخطوة توحيدية، أي وحد المقسم، قام بهذه الخطوات، وحد المقسم. أما عندما تقوم بخطوة لكي تقسم المقسم بالأساس، هذه ليست خطوة فيدرالية، هذه خطوة تقسيمية. أما عندما الآن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توحيد هذه الدول ودمجها في موضعها. لا بالعكس، بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي. طولنا أستاذ نبيل، أخذنا الوقت، نحن سعداء معك، ولكنني أختم بجملة. أنا كإنسان كمثقف أحترمك جدا، ولكن حسب ثقافتك اعتبرني أول المقسمين لسوريا إذا لم تعترف بالفيدرالية كحد أدنى من حقوق القومية في سوريا الغد. أشكرك أستاذ نبيل على وجودك معنا، كذلك كل الشكر للأستاذ علي ملا نعسان الذي وعدنا أنه يكون ختام الحلقة مسك موسيقى. نتمنى أن نختم هذه الحلقة. أستاذ علي صاحب صوت جميل أيضا، فنسمع. نتمنى أستاذ علي تكون أغنية عربية في سبيل ينطرب معنا، أغنية عربية ثورية لبناء سوريا الديمقراطية الفيدرالية. جميل. أستاذ نبيل، أنا أستمع. عفوا أستاذ علي. الو، نسمع تماما. هلا صوتك واضح. اي لما قال الاستاذ نبيل الوجود على الخارطه الكرديه الى دمشق، هناك فرق بين الوجود الجغرافي الاثني وبين الوجود الفيزيائي نتيجه الهجره او نتيجه الدراسه الى اخره، هجره داخليه وهجره خارجيه. مثلا انا في دمشق طول عمري لهجتي شاميه، عايشه من الشام، ولكن الاساسي من عفرين. كردستان سوريا من عفرين إلى كوبا إلى قامشلي وجود جغرافي بحت، جغرافي بحت. عندما كان من لدي صديق من دمشق زارني، زرت أنا وإياه عفرين، قال لي أشم رائحة تختلف عن دمشق. إن البلد شعر أن هذه البلد ليست كسائر سوريا، مباشرة شم رائحة البلد شعر بها. الوجود الجغرافي غير الوجود الفيزيائي. مع احترامي تركيا أخذنا الوقت لنختمها بموسيقى. سأسمعكم شيئا مسجل لأنه ليس مرتاح. إذا طبعا معناته إذا كان تسجيل، لا يعني ما هذا خلص. سأسمعكم تسجيل بسيط شوي إن شاء الله.
هذه مرافقتي مع العود، أنا على البزق وصديقي على العود. شكرا جزيلا. الكنترول، الصوت واضح؟ الصوت واضح. شكرا جزيلا. في حلقة قادمة، في حلقات أخرى إن شاء الله نستمع لقاء فني، نستمع لصوتك الجميل إن شاء الله. لقاءات تكون أنت والأستاذ نبيل كمان. أنا لا أعدك بإسماعك صوتي لأنه ليس جميلا. صوتك الثقافي الجميل على رأسي. دائما أنا مستعد للقائكم ودائما فرح بهذا اللقاء، لأنني أستطيع أن أقول أفكاري بحرية عن ثقافات متعددة في سوريا واحدة. ونحن نحترم كل آرائك إن سواء تعارضت مع نهجنا وفكرنا السياسي. لك كل الاحترام. نورت شاشة طيب تي في أستاذ. بالمناسبة أنا عشت في عفرين تقريبا العام، وفي إعزاز أيضا ما يقارب عام، في القامشلي عشت عامين، في منطقة اسمها تل رفعت أيضا عشت ما يقارب العامين، بما معنى، وكنت طفلا، بما معنى أنني ربما نطقت الكردية قبل أن أنطق العربية يعني. سرسرنا على رأسنا. لكنني طبعا على الزمن نسي الإنسان هذه الكلمات، وإن كانت أكثر ما يزرع بذهن الإنسان بعض الشتائم. بالعكس، نحن السعداء جدا أستاذ نبيل الجديد بوجودك معنا. الله يخليك. نتمنى في اللقاء القادم قد يكون هناك تطور ثقافي جديد عند أستاذ نبيل الجديد يؤمن بالحقوق القومية للشعب الكردي. أعلنت أنني مع الحقوق المدنية ليست القومية. الحقوق القومية هنا يمكن التلاعب بها. أنا ضد مسألة إنشاء، لن أكرر ذلك كثيرا، ضد مسألة إنشاء دول قائمة على أساس قومي، ومنها سوريا كلها، ليست عربية إنما هي سوريا التي تتعدد بثقافاتها، التي تحوي كردا وتحوي عربا أيضا. هكذا أريد أن أقول. لا أقول جمهورية عربية سوريا، أقول الجمهورية السورية. أنا أريد أن أتعايش معك يا أستاذ سلمان، مع الأستاذ علي ملا. أريد أن أعيش معهم، لا أتعايش، أريد أن أعيش معهم في وطن واحد، في بلد واحد. لماذا لا نكون في وطنين شركاء صديقين عزيزين أستاذ نبيل؟ طبعا هذا خليها في حلقة أخرى، في لقاء آخر. أشكرك جدا جدا على وجودك معنا. أستاذ سليمان، حابب أختم مقطع بسيط من قصيدة جموح الفؤاد. حابب أختم مقطع صغير من قصيدة جموح الفؤاد. تفضل. نبدي الخيال اللي حكيناه شوي أنا والأستاذ نبيل. تفضل. سعى إلى شرانق المخيلة وعهد مطلب أجاده، بشوقه الذي أجاده هدى المراس في البرى، إلى تخوم جنح ظلمة النهى على الدمى المهشمة، وملح صخرة تشاطرت على بسالة اللوى، تحيد غيمة الشرى عن المسار نحو ردهة الأمل، وعصف حكمة تهب في رؤى الغيوم في الذرى مصعرة. شكرا أستاذ علي. تعبر عن نشكر وجودك معنا أستاذ. من هل أنت بخير؟ نحن بخير إذا أنتم بخير. بالضبط. نتمنى أن تكون أنت وأنا وأستاذ علي وكل سوريا بخير. الخير نعم. الذي يرضي الجميع ويشبع فؤادي
رؤية دولة كردستان، علم كردستان يرفرف كعلم سوريا. أشكرك جدا أستاذ نبيل على وجودك معنا. أستاذ علي الإخاء في الحق أوفق وألصق من الإخاء في الدم. ممكن. بالتأكيد نحن دائما دعاة بناء الإنسان الجديد يعني. تحيا الأمم بأخلاقها قبل كل شيء. شكرا لكم. شكرا جزيل الشكر. جزيل الشكر لك أستاذ نبيل رشيد. أستاذ علي، أشكر ضيف الكادر والمخرج والجميع والحضور المستمعين الكرام. شكرا جزيلا لكم، وباسمكم نشكر مرة أخرى من هم كانوا بالكنترول وراء الستار وقد طولنا عليهم: الأستاذ خورشيد علوي، الأستاذة يسرى زبير. مشاهدينا الكرام، انتظرونا الخميس القادم. نتمنى أن خدمنا فكرة، خدمنا هدف يجمعنا جميعا، وهو بناء ثقافة جديدة تؤمن بقبول الآخر. كل شكر لكم. أستاذ نبيل، أستاذ علي، ابقوا معنا. سنودع بعد ما نودع المشاهدين سنتحاول 5 دقائق تحت الطاولة. ومرة ثانية نورتونا ودمتم بخير مشاهدي باي تي في.